السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بنعمة وصحة وستر. خلصنا تفريزات رمضان. كل الستات والسوشيال ميديا وكل الصفحات مشغولة بتفريزات رمضان، والست بقى اللي هتعمل تفريزات رمضان وهتقف في المطبخ وتعمل عصير وتعمل اكل وتعمل وتعمل وتعمل. ملهاش اي حاجة تانية نعملها في رمضان كده. مفيش اي برطمان كده نحطه على جنب نعمل منه مقشر. طبعا عملت لكم البرطمان بتاع المقشر بتاع الجسم حلو قوي. النهارده هنتكلم على مقشرات البشرة، وهقول لك ازاي تعملي كريم مقشر ينافس برضه البراندات العالمية، وهتبقى نتيجته حلوة قوي قوي قوي. وهقول لك على تركة في اخر الفيديو هتخليكي بشرتك في حتة تانية، وما تتكلميش معايا في اي حاجة الا ما تجربي. تمام كده؟ نتكلم الاول على مقشر البشرة الدهنية. مقشر البشرة الدهنية هتجيبي لي معلقة شوفان، معلقة عسل، وعليهم نقطتين ليمون. تقلبي كويس جدا جدا وتفرديهم على بشرتك وتسيبيهم 5 دقايق، وبعدين تفركي دواير دواير، وبعدين تشطفي وترطبي بمية ورد وتحطي كريمك المرطب. كمان مقشر البشرة الدهنية معلقة بن، اللي هي تلوة البن بعد ما بتشربي فنجان القهوة بتاعك. تلوة البن وعليها برضو معلقة عسل أو معلقة لبن بودر أو معلقة مية ورد، وتقلبيها كويس جدا وتفركي بيها بشرتك، وكمان تشطفي وتحطي حاجة مرطبة. حاجات كتير كتير كتير. يعني عايزه اقول لك ان تفل الطماطم حلو قوي. عايزه اقول لك ان الفراوله حلوه قوي. عايزه اقول لك ان البرتقال وفيتامين سي حلو قوي. البشره الدهنيه تعتبر بشره لاكي شويه، محظوظه. يعني ما فيهاش مشاكل وما بتعجزش بسرعه، يعني محظوظه. نيجي بقى للبشره الجافه عشان ما اطولش عليك الفيديو، عشان نعرف نقول الكريم اللي هنعمله. البشره الجافه، البشره الجافه يعني عسل ولبن بودره ومعلقه رز مطحون. معلقة معلقة معلقة، وتقلبي وتحطي على بشرتك لمدة ربع ساعة. البشرة الجافة يعني رز مطحون وعصير بطاطساية، وتقلبيهم مع بعض شوية وتعمليهم زي الكريم كده وتفرديهم على بشرتك. تمام كده؟ برضو تلوة القهوة بس معاها عسل. تمام. الشاي الاسمر بتاعنا، بعد ما تشربي كوبايه الشاي هاتي تفلي الشاي وحطي عليه يعني شويه سكر بس يكونوا ناعمين، او شويه ملح ناعمين. ده لو انت عايزه تنضفي البشره بعمق. تمام كده؟ انا ما بحبش السكرابات كتير، بس لازم تنضفي بشرتك. لو انت عملتي الغسول اللي انا قلت لك عليه مش هتبقي محتاجه سكراب قوي. واحده النهارده بتقول لي انا بعمل ماسكات كتير جدا جدا وما بتجيبش نتيجه. لازم يا حبيبتي البشره تبقى مهيئه لاستقبال الماسك بسكراب حلو او بغسول حلو. انا برضو ما بعتمدش غسولات غير الغسولات اللي انا قلت لكم عليها، اللي هنا صابونه النابلس الشاهين المبشوره، وبننقعها. الفيديو عندكم على القناه. النهارده بقى ايه يا ابله اماني اللي يقشر بشرتي ويخليها وردي ويخليها قمر، وايه التركه اللي ممكن اعملها تخليني في حته تانية خالص؟ تمام. هنعمل ايه يا ست البنات؟ هتجيبي لي كوبايه عصير طماطم، يعني طماطمايه او طماطمايه ونص، وتعصرهم لي مثلا في كوبايه ميه وتضربيهم كويس جدا في الخلاط. تمام. وتصفيهم مره واثنين وثلاثه. عايزاهم رايقين رايقين ما فيهمش تفل. التفل ده هتحطي بقى عليه معلقه السكر او معلقه العسل، وتعملي منه احلى سكراب في الكوكب. البذور والقشور دي حلوه جدا جدا وبتبقى لطيفه وحنينه. كوبايه العصير الطماطم دي هنحط عليها ايه بقى؟ اللي هي كوبايه الميه بتاعتنا ال 250 مللي دي، هنحط عليها معلقه من الصغيرين بتوع الشاي، معلقه سكر ومعلقه ملح، وتسيبيها تغلي على النار لما الكوبايه دي تبقى معلقتين 3. بمعنى اصح كده زي ما احنا بنقول نسبكها. تسيبيها لما تتسبك خالص وما يبقاش فيها ميه نهائي 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 نهائي. وبعدين يا ابله اماني هتجيبي لي بقى عصير الطماطم ده. تجيبي لي المعلقتين بتوعك دول وتحطي لي عليهم جل صبار، ماشي. عندك قاعده كريميه، ماشي. عندك تسيبيهم على جنب كده، وده هيبقى افضل واحسن للناس اللي ما عندهاش اي قواعد كريميه او ما عندهاش كريمات او. هتجيبي لي نص كوبايه ميه او اقل، ونص كوبايه ميه ورد، وعليها معلقه صغيره من النشا، وتقلبيها على البارد وتسيبيها لما تبقى ملمسه كريمي، وتاخدي معلقتين اللي احنا سبكناهم دول تحطيهم عليهم وتقلبي كويس جدا جدا جدا. وتسيبي لي الكريم يا ست البنات، وتسيبي لي الكريم يا ست البنات. ده هيبقى منظره كده. وتسيبيه تحطيه على بشرتك. تمام. لمده ربع ساعه، نص ساعه. عايزه اقول لك بقى هياكل الجلد الميت والقشور، وهيقنن افراز الزيوت والدهون، ويقبض المسام، وهيخلي بشرتك في حته تالته. ايه التركه قبل امان اللي هنعمل؟ اولا هتسيبيه ربع ساعه او تلت ساعه على حسب نوع بشرتك. تمام. وبعدين تشطفي وترطبي بطريقتك العاديه. تمام.
ايه بقى اللي انا ممكن اعمله كل اسبوع؟ التركه اللي ممكن اعملها كل اسبوع تخلي بشرتي بدر في ليله التمام. الزنك اوليف. اي كريم في الصيدليه زنك اوليف. اي كريم سوري زنك، كريمات بتاعت الحفاضات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا محمد. هو زنك اوليف. اي كريم من كريمات الحفاضات بتاعت الزنك، تاخدي طبقه حلوه كده وتحطيها على بشرتك وتنامي بيها ليله، قسما وبالله بيخلي الجلد متماسك جدا، سميك جدا، بيخليه مشدود جدا، تحفه، ورطب 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 ورطب. بقيت الاسبوع بقى ذبحنا مقشرات ومرطبات زي ما تقولي قولي. تمام كده. وجربي اعملي بقى سبسكرايب للقناه عشان الافلام، عشان الفيديوهات اللي جايه كلها مش عايزه اقول لك خلينا في حته تانية خالص خالص خالص. انا ناويه بقى كل الترندات انا هعملها لكم هنا. يلا.